المتسابقين يوميا بالذهاب إلى الفندق مع جوالاتهم. 2. توفير شاشة تلفزيون في سكن المتسابقين. 3. كتابة لائحة مفصلة عن أسباب الخصومات ونقاط الخصم وأسعار المنتجات في القلعة. 4. توفير حاسوب وطابعة مخصصة للمتسابقين. ملاحظة: لن يتوقف إضراب المتسابقين حتى يتم تنفيذ المطالب حالا. 14 متسابق، مخرجنا زوم إن كرما. 14 متسابق وقعوا على هذه الوثيقة وهذا الاعتراض. أولهم عمر التميمي، ثم عبد الله الشمري، ثم عبد الرحمن الفناطسة، ثم عبد الله الأقرع، ثم محمد الشمري، ثم محمد البسامي، ثم أبو شارع، ذيب آل مبارك، 9 محمد العتيبي، 10 عبد الله الهلابي، 11 أبو يوسف، 12 أبو سلمان، بقى 2 عبد الرحمن فناطسة، عبد الرحمن الجمل رقم 14، ورقم 12 ما كتب اسمه لكنه وقع، واضحة قدامكم. يوسف الكمالي كتب اسمه هنا، هذا اسمه، شوفوا يوسف الكمالي. من تبقى؟ تبقى إبراهيم عسيري والذي سيكون معنا بعد قليل في مجلس النقد، وتبقى يوسف العمودي. كانوا في الفندق، لم يعلموا بمؤامرة أصدقائهم، حينما أتوا قالوا نرفض هذا الإضراب ونحن مستمرون في القلعة، وهذه نقطة إيجابية تحسب لإبراهيم العسيري ولسعيد العمودي، ويشكرون على هذا التصرف العاقل والحكيم. وش سوى عبد الله الراجح مع المتسابقين اليوم الظهر؟ هذا ما سنعرفه في التقرير التالي بعد أن أعلنوا إضراب